السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي، نتمنى كامل تكونوا بخير وفي صحة جيدة. كما عودتكم ديما نشارككم واش طيبت لولادي أطباقي البسيطة. آه، ندير لكم اليوم وصفة تاع شوفلور، تقدري ديريها غدا عشاء، تقدري تعتمديها حتى في أطباق رمضان. كما تعرفوا كل غلا، يعني الدجاج غلا، اللحم غلا، كل شيء غلا، يعني بلا ما نحكي لكم كامل راكم تعرفوا. أنا واحدة من الناس ما كنتش آه، نطيب الشوفلور في رمضان، جامي نطيب الشوفلور في رمضان. لأنه يجي ثقيل شوية على المعدة، لكن مع الغلاء هذا الواحد وشوفلور رخيص شوية، يظهر لي الواحد يخبي شوية ويدير بيه شوية وصفات في رمضان أفضل. كما قلت لكم يعني مش شرط آه، الأطباق كامل لحوم ودجاج يعني وصل الغلاء لدرجة كبيرة. كما تعرفوا احنا عندنا الدجاج وصل ل50,000. على بها يعني قلت لكم تقدروا تعتمدوها وصفة رمضانية. طبق يجي بنين بزاف، يعني جربوه بالطريقة هذه. وإن شاء الله ما تندموش. وكما تعرفوا عندي شحال من وصفة في قناتي شوفلور نطيبو، دائما ننوع، أنا كل مرة نطيبو بطريقة. يعني تقدروا تلقوا وصفات بزاف في قناتي بشوفلور. ونتمنى تعجبكم الوصفة. قبل ما تخرجوا فقط حطوا لي لايك وتعليق تحفيزي، ومرحبا بأي ضيف جديد دخل القناة. نتمنى يشترك ويفعل الجرس. تفعيل الجرس يعني يضغط على الجرس يشترك، من بعد يضغط على الجرس مرة أخرى تظهر له اختيارات، يفعل الجرس، يختار الاختيار الأول. كما تشوفوا هنا عندي راس تاع شوفلور، راح نقطعو كالعادة نقطع زهرات ونحطهم يطيبوا في الماء والملح. وكاين طرق بزاف باش تنحي هذيك الريحة تاع الشوفلور اللي ماهيش باهية، يعني ما تجيش في الدار. الطريقة هذه وريتها لكم قبل، انكم تحطوا فقط قشرة تاع برتقال ولا ليمون. كيما انا القشور هذه درت بها البارح جوي، وليت خبيتها ودرتها اليوم في الشوفلور وخليتهم يطيبوا. من جهة أخرى عندي ربع صدر تاع دجاج قطعته قطع صغيرة. يعني لاصوص هذه مش شرط اللحم، لكن من الأفضل أنك تبنيها حتى بالكركاس بركة، حتى برقبة، حتى المهم سيرتو العظم يعطي بنة. أنا عندي طرف تاع الصدر هذا بننت به لاصوص. بعد ما تقلت مليح مع البصل والثوم والزيت، ضفت لها شوي زيتون وشوي دبشة ومعدنوس مقطعين. من بعد نمرق ونخليها تطيب. كما تشوفوا هنا راهو الشوفلور راهو يطيب، وهنا لاصوص ثانية راهي مازالت تطيب. ورحت من جهة أخرى راح نكمل شوي بطاطا. تعرفوا الولاد دائما يحبوا البطاطا مقلية، لذلك دخلت فيها البطاطا ما كثرتش يعني. وفي نفس الوقت راح نجهز الخلطة اللي راح نديرها الشوفلور. ندير الفارينة، ندير التوابل، ديري واش تحبي، يعني إذا حبيتي يجي بلون الكركم أصفر ديري الكركم، إذا حبيتي يجي بلون أحمر ديري بابريكا، ديري فلفل حلو أحمر. هنا راني نسيت الفلفل الأكحل راح نضيفه. وطبعا بالحليب، الفرينة هذه كنخلطها بالحليب، نضيف تدريجيا حتى نتحصل على القوام هذا. من بعد نغطسهم كامل فك الخليط هذاك باش نقليهم.
وكما شفتوا شوفلور راهو طايب في الماء، يعني ما يحتاجش يطيب بزاف. تحبي ديريه بلون اصفر فاتح ولا تحبي تحمريه كيما نحمرته انا، يعني هذه حاجه كل واحد وكيفاه يحب يطيب. كما تشوفوا يقعد لك الزيت نظيف، ما يشربش الشوفلور، ما يشربش الزيت. ما درتش فيه البيض هنا في المرحله هذه، البيض راح نديرو في مرحله اخرى. وهناك القطع الصغيرة اللي بقت درتها بالشكل هذا. انا راح نحط البطاطا كيفاه طيبتها. كي تجي بحجم كبير وتقليها وتقوي النار، طبعا ما راحش تطيب. باش تجيك طايبه يعني ذايبه، ديري لها كي تقليها تغلقيها، يعني ديري لها غليق وتخليها تطيب، ما تقويش في النار بزاف، تجيك طايبه مهما يكون حجمها، يعني حتى وكان كبير. والا طيبيها 5 دقائق في الماء ومن بعد تعاودي تقليها. هنا راح نحيك القطع تاع الصدر تاع الدجاج من لاصوص، نحطها مع الشوفلور والبطاطا والباقي تاع لاصوص. راح نخلي منه شويه اللي يحب يسقي به، يعني في الاخير يجي الطبق يعني طري. والنص الاخر راح نديرو كما راح تشوفوا، نخلطو مع البيض. راح نجيب نفس الصحن هذاك اللي كنت درت فيه الفارينه وقليت به الشوفلور، راح نحط فيه 2 بيضات، نحط فيه لاصوص هذيك، نخلي منها كميه قليله فقط برك للتقديم، يعني كما قلت لكم اللي يحب يزيد لاصوص في الاخير. وفي المرحله هذه تحبي ديري فرماج طري هذاك تاع البيدون، ولا تحبي ديري فرماج رابي، ولا اختياري. تحبي ما ديريش خلاص ما ديريش. انا كانت عندي صوص فرماج درتها في الليل، درت بها ساندويتشات، فضلت لي كميه راح نخلطها معاهم. خلط مليح باش نذوبك الصوص فرماج، لانه باتت في الفريجيدير يعني يبست شويه. نصبها على الشوفلور والبطاطا والدجاج. وندخلها ندخلهم للفور لتحت، تطيب تحت البيض، ومن بعد نحمرهم من الفوق. وهكا يكون الطبق واجد، وان شاء الله